يا صباح الخير يا اللي معانا، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهارده وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده معانا فيديو من الفيديوهات بتاعت زمان اللي هي مذاكرة من الفجر وهنحضر بقى. والفيديو النهارده كان حقيقي مذاكرة 6 ساعات. الفيديو ده انا كنت سهرانة فيه بغض النظر عن مقاطع الشروق دي لان انا مصوراه الصبح، بس الفيديو ده متصور من الساعة 2 بالليل. فانا قعدت من الساعة 2 للصبح وكملت نوم في العربية لان كان عندي جامعة. فالفيديو النهارده هيبدأ معاكم يعني. بصوا النهارده كان الشروق طلع بقى والدنيا كده كانت حلوة خالص. هنا بقى كنا بالليل، فانا بدأت معاكم الفيديو بالشروق لان انا زي ما قلت لكم انا بحب ابدأ معاكم الفيديو بان انا اصور الجو وكده، وبعد كده بقول لكم بقى انا عملت ايه. اول حاجة كان مطلوب مني بحث في الجامعة عن دور الاخصائي الاجتماعي في مجال رعاية الشباب. تمام. فكان لازم البحث ان انا اعمله، وكانوا طالبين مني ان انا اكتبه. تخيلوا ان انا اكتب 15 ورقة. فطبعا كان الموضوع مرهق جدا، خصوصا ان هما كمان ما كانوش، الدكتور ما كانتش عايزه ان انا اجيبه من على النت. يعني انا قلت مثلا هجيبه من على النت واطبعه واقعد انقله من الورق. قالت لي لا، ده انتي بتستعيني بالكتب من المكتبه وبتقعدي تنقلي منها وتشوفي المعلومات. عارفين اللي هو انتي اللي بتدوري بايديكي. هو طبعا كل حاجه ده حلو وكويس وكل حاجه، بس الفكره ان انا مش من نفس البلد اللي فيها الكليه. يعني الفكرة انه لو هو هنا في القاهرة فعادي انا كنت اروح مثلا يوم في وسط الاسبوع، يبقى ان انا اقعد في المكتبة اشوف الكتب بس هي الفكرة بقى ان انا علشان اروح لازم ادفع مشوار كامل. وكمان انا ما ينفعش ان انا اروح كل شوية يعني لان انا مش فاضية، انا عندي شغل وعندي حاجات يعني. تمام. المهم يعني ان انا قعدت جبت الحاجات من عندي على الموبايل. طبعا كنت عملت البحث وجبته وظبطته وبعته عندي على الموبايل علشان كل حاجة تبقى تمام. وبعد كده بدأت ان انا اجيب بقى المقلمة فيها الالوان والاقلام وكده. طبعا لازم اشكل والون علشان يعجب الدكتورة. تمام. بغض النظر عن صوتي بقى، انا اسفة بس انا تعبانة او صوتي منبوح، يعني مش تعبانة تعب بس صوتي منبوح. المهم جبت القلم، بحب القلم اللي هو الازرق ده قوي، بحس ان هو بيخلي خطي حلو مع ان انا اصلا خطي معفن الحمد لله. بس عادي، هما العظماء كده خطهم وحش. تمام. بعد كده بقى بدأت ان انا كل ما اجي امسك اشوف البحث تتبعت لي مسج. فمش عارفه انا كنت بسمع لنفسي ولا كنت بعمل ايه، والله يا جماعه ما فاكره. بس كنت ببعت فويس تقريبا، كنت ببعت فويس على الجروب علشان كان في حاجه كنت عايزه اسال عليها يعني في جروب الدفعه، فكنت بسأله. وبعد كده رجعت فتحت تاني الصفحه وبدأت ان انا انقل منها. زي ما قلت لكم الحاجات دي احنا صورنا الكتب من المكتبة. بصراحة اللي انا عملته ان انا صورت الغلاف وبعد كده حملت الكتاب نفسه من على جوجل درايف واشتغلت عليه عادي. اصلا انا مش هقعد في المكتبة 3 4 5 ساعات عشان اشوف الكتاب، لا انا حملته وعرفت النسخة نزلت امتى وقمت كاتبه على جوجل وجبته عادي وحملته PDF وخدت منه الصفح اللي انا محتاجاها بس. وبعد كده عملت لها سيف عندي على الموبايل. بعد كده بقى بدأت اكتب. عايزه اقولكوا اليوم ده ايدي اتكسحت وحرفيا كتبت طول الليل. وبعد كده رحت الكليه كملت. يعني انا نزلت كملت في العربيه، وبعد العربيه معرفتش اكتب كويس وقمت رايحه قاطعه الورق وقمت مكمله تاني في الكليه. فكان بجد انا قعدت اليوم كله بكتب وفي الاخر الدكتوره ما خدتهوش، فاللي هو بجد كنت بتحسر. يلا مش مهم. بعد كده بقى قعدت ان انا عايزه اقول لكم ان انا البحث ده خد مني وقت كتير. وغير كده في صفح هتلاقوني، بصوا هيجيلكم مقاطع دلوقتي هتلاقوني عملت الصفحه يجي 6 7 مرات، وسبحان الله الصفحه اعملها ما بترضاش تظبط. وهي اصلا الورقه ما كانتش فيها حاجه يعني، ده الورقه كانت جدول ومتقسم ل3 خانات، الصفحه والعناصر ورقم المسلسل تقريبا. يعني مش فاكره بالظبط كنت كاتباها ايه، بس يعني هي ما كانش فيها حاجه. بس الفكرة ان انا كل ما اكتبها تحصل حاجة غلط، يعني خط يجي تحت خط يجي فوق. عايزه اقولكوا عملتها يجي 6 7 مرات وفي الاخر جيت في اخر مرة برضو باظت، بس قلت والله ما عيدها تاني. والله كنت زهقت يعني. هتلاقوني دلوقتي اما هتيجي هوريها لكم. عملتها يجي 6 7 مرات. هي دي بصوا اللي انا بسطرها دي عشان انا قعدت اسطر وكنت دقيقة فيها. هتلاقوني دلوقتي كومت الورقة دي ورميتها جنبي، وبعد كده كتبتها تاني وسطرتها تاني، وبعد كده هكومها وارميها جنبي. ما تفهموش كان حد داعي عليا ده تقريبا. يعني الكلام ده اصلا كنت الساعة 2 بالليل، فانتوا متخيلين كنت شاربة قهوة بقى واللي هو انا هفوق النهاردة يعني هفوق. بصوا النظام كنت مسطراه حلو.
وهو كتبت والدنيا حلوة. بصوا بقى، وبشكل وقلم ازرق وقلم احمر وقلم اخضر والدنيا حلوة. هتلاقوني غلطت بقى دلوقتي وماسكاها عمود عمود او صف صف علشان مغلطش، بس مش عارفة كان في ايه. هو كانت المشكلة في الورقة دي، مش عارفة. اهو ادي التانية هسطرها. انا عشان ده اول بحث يتسلم للتدريب بتاعي فكنت عايزاه يطلع بيرفكت في كل حاجة، بس حرفيا يعني مش عارفة ما كانش راضي يطلع بيرفكت. بعدين اصلا قلت الحمد لله ان الدكتورة ما خدتهوش، قلت هقعد بقى انا اعمله كده بروقان تاني، الصفح اللي مش عاجباني هظبطها وبعد كده بقى اروح اسلمه بقى لما الدكتورة تيجي تحن علينا وتاخده. غالبا هتاخده اصلا الاربع الجاي. اهو ادي تاني مرة. عارفين بقى دلوقتي انا كنت بشد في شعري اللي هو ارحمي يا امي بقى انا عايزه انام اصلا. والله بس انا كنت عارفه ان انا اليوم ده مش هنام، وكنت قايله ان انا هسهر وهنام في العربيه. نوم العربيه ده بالنسبه لي حاجه جامده قوي، بس يعني الساعتين ما بلحقش انام، ما بلحقش، محتاجين نطولهم شويه. والله العظيم يوم التدريب ده انا نزلت من الساعه 7 تقريبا، لان انا التدريب بتاعي كان متاخر فمرضتش ان انا انزل بدري قوي يعني اللي هو بعد الفجر وكده، لا نزلت الساعه 7 وراجع البيت الساعة 6 تقريبا، يعني قعدت حوالي 12 ساعة او 11 ساعة. فاللي هو يا جدعان حرام، وانا ما كنتش سلمت. يعني انا السبب الاساسي ان انا كنت رايحه ان انا اروح اسلم البحث، فانا السبب الاساسي اللي انا رايحه له ما اتعملش. بس يلا بقى، اهو ادي الورقه التانية اترمت. اخر ما زهقت قلت والله لا اخلي اخر ورقه دي في الاخر، يعني حتى قلت مش هسطرها الا لما اكتبها. تقريبا اهو بكتب العنوان، لسه العنوان بس قمت باظ، قمت رامياه. حاجه بجد قمه الشلل. يعني الابحاث دي، يعني انا قلت للدكتوره نجيبهولك مطبوعات لي، لا 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 انا ولا عايزه اكلفك ولا عايزه اعملكوا، يا ستي كلفينا يا ستي، ده البحث يوم ما يجي يتعمل هيتعمل ب50 جنيه، كلفينا بدل المرار ده بجد. يعني انا بالنسبه لي البحث يبقى مطبوع احسن، ان انا اجيب لها المراجع والحاجات دي واعمل لها بحث 10/10 واظبطه لها على الوورد واعمل لها كل حاجه، ان انا يعني كانت شغلتي فاعمل لها كل حاجه واديهولها. هي بقى مش عايزه كده، عايزاه بايدينا. فاللي هو حرام حرام 15 ورقة اكتبهم على ايدي ليه؟ يعني ده غير الشتات التانية. الفيديو ده اكتر فيديو انا هصيح فيه بجد. بس يا ولاد الاسبوع الجاي بقى عندنا زيارة، هبقى اصور لكم، هنروح الهلال الاحمر فهبقى اصور لكم. انا بجد كل مرة بفضل اقول ايه يا جماعة انا هصور لكم، بس بجد انا يوم الجامعة ده بيبقى ورايا حاجات كتير، وببقى رايحة عندي شيتات كتير هسلمها لان انا ما بروحش على طول، فاليوم اللي بروح بيبقى عندي حاجات كتير هسلمها وكده، فاللي هو ببقى مش فاضية ان انا اعمل اي حاجة، ويا اما لو هخش محاضرة او هخش اكلم دكتور، فاللي هو بجد بيبقى موال. والناس بقى اللي كانوا بيقولوا ايه اتعب في الثانوية ترتاح في الكلية، انا تعبت في الثانوية وتعبت في الكلية، هلاقي الراحة امتى بقى؟ يعني يا ريت حد يقولي. انا هنا سكت ليه يا ولاد؟ ما كنتش بكتب ليه؟ كنت بعمل ايه؟ مش فاكره. بص انا والله بكتشف معاكم، يعني انا الفيديو ده مصوراه بقالي فتره وكل يوم اقول همنتجه. لكم ان تتخيلوا ان دي تاني صفحه او تالت صفحه من اصل 15 صفحه، فيعني احنا بنعاني. هنا بقى كنت بدور تقريبا على مقدمه برضو كنت عامله لها سيف بس مش لاقيه. هنلاقيها دلوقتي ان شاء الله، استنوا عليا انتظروني. وبصوا بقى جبت لها، كنت جايبه للدكتوره قلم برونز. الدكتوره دي بتحب الدلع والشخلعه، يعني تحب قوي ان انتوا تعملوا لها في الورق الوان كتير. يعني انا كنت عايزه اجيب لها، والله هجيب لها المره الجايه ورق البحث ده اللي هو فيه ورود كتير، هي بتحب كده قوي، بتحب الحاجات دي، هي صغيره في السن اصلا فاللي هو بتحب الحاجات دي قوي، فانا هعملهم كده المره الجايه، ربنا يسهل ان شاء الله ناخد درجات زياده. بس بعد كده هنا غيرت القلم، مش عارفه غيرت القلم ليه، بس حسيت ان ده خطه احسن، ان ده كان قلب على جل شويه فخطه احسن، يعني في اللون مش في الخط. كده كده الخط معفن زي ما انا ما قلت لكم. الفيديو النهارده طويل، بس انتوا اللي بتطلبوا الفيديوهات الطويله، انا ماليش دعوه.
انتوا اللي بتطلبوا الفيديوهات الطويله، يا ياسمين اعمل لنا فيديو طويل، ويا ياسمين اعمل لنا فيديو روتين وفيديو مذاكره. ادي فيديو المذاكره. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده والله كان طويل جدا، انا مسرعه اجزاء كتير وفي اجزاء كتير شلتها، يعني لان حسيت ان في حاجات كتير متكرره، فانا مش عايزه ان انا ازهقكم. انا بحط مقطع مثلا اللي هو انا بكتب، فبحطه بفضل اتكلم معاكم واقول لكم كل حاجه بس لحد ما المقطع بيخلص، بعد كده بنقل لكم على مقطع تاني. لكن انا كنت فاتحه الكاميرا وسايباها، فطبيعي اهو بصوا يا جماعه هنا بقى عملت قهوه بقى بلبن بقى بحركات، فاللي هو جمدان. كاتل بقى كده كانت سخنه، دي اللي بتفوق، مع ان انا بشربها وبنام عادي، بس بجد كان طعمها تحفه، يعني انا بعشق القهوه. بعد بقى كده هنا كنت خلصت البحث، وبعد كده بقى كان عندي شيتات زي ما قلت لكم ان انا كنت عايزه اسلمها، فجبت الشيتات علشان اسلمها واقعد اكتبها. فجبت الكشكول علشان اكتب التلخيص بتاع الدكتور بتاع الحاسب الآلي، مع ان انا لسه مسلمه شيت الاسبوع اللي فات بس طلب شيت تاني. مش فاهمه، انا حاسه ان هم هيحطوا الامتحانات من الشيتات اللي احنا بنعملها دي، والله حاجه بجد يعني تعب. بس الواحد بقى بيعمل اللي عليه وبيسعى وبيجتهد لعل ان هو في الاخر يجيب تقدير. يعني انا بسعى ان انا اجيب تقدير كويس السنه دي، لان عايزه في ال4 سنين ابقى جايبه تقدير كويس، يعني عشان بعد كده ده طبعا بيفرق، يعني ربنا يسهل. المهم بقى اللي وصل معايا لحد هنا مينساش يحط لايك واشتراك في القناه لو مش مشترك واول مره يشوفني، علشان تشوفوني على طول، وتعملوا شير لكل اخواتنا، علشان اغلب الناس دلوقتي اللي بتتابعني يا اما في اعداديه يا اما في ثانويه، فعايزاكم برضو تجيبوا الكتب وتقعدوا تذاكروا جنبي. انا كنت بنزل لكم ايام ما كنت في ثانوي، ودلوقتي بنزل لكم ايام ما كنت في الكليه، يعني ربنا يوفقني ويوفقكم وتوصلوا انتوا كمان لحاجه من اللي نفسكم فيها، تخشوا كليه كويسه. والكليه مش هي كليه قمه ولا كليه قاع، اصلا ما فيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع، احنا اللي عملنا الاسم ده. الكليات كلها كويسه، حقوق زيها زي طب، يعني كلهم شبه بعض، كلهم في الاخر كليه، وكلهم في الاخر تاخد بكالوريوس، بس بتفرق ان دي طب دكتور وده محامي او مستشار او وكيل نيابه. يعني مفيش كليه وحشه، انت ممكن تخش حقوق على حاجه انت مش حاببها، يعني انت بتقول حقوق اطلع ايه محامي، لا ممكن تسعى وتبقى وكيل نيابه مستشار، فدي برضو حاجه كويسه جدا جدا في البلد يعني. مفيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه مش قمه، عادي. تجاره زي هندسه، حقوق زي طب، آداب زي خدمة اجتماعية، كله بصوا كله في الآخر مجالات واحنا بنتخصص فيها، يعني اللي دخل طب زي اللي دخل حقوق زي اللي دخل تجارة زي اللي دخل هندسة، يعني اللي دخل تجارة انجليش زي اللي دخل هندسة، ده مهندس وده ممكن يبقى محاسب، يعني كلها مسميات، فاهميني؟ فبس برضو في الاول وفي الاخر انا عايزاكم تسعوا وتجتهدوا، ما تقولش ده دي زي دي فخلاص انا اخش اي حاجه واجيب اي حاجه، لا حط حلمك قدامك. يعني مثلا انا كان نفسي اخش علاج طبيعي، ربنا ما اردش، خلاص عادي دخلت خدمه اجتماعيه وهتخصص في مجال التخاطب، فهشتغل برضو في نفس مجال العلاج الطبيعي او نفس الحاجه يعني، فاهميني؟ طبعا التخاطب كمان بتبقى مجالاته كتيرة وواسعة، فربنا يكرم ويمكن بعد كده افتح مركز تخاطب، يعني الواحد بيسعى وبيجتهد، وطبعا كل دي حاجات لسه بدري عليها، بس يعني الواحد بيقول يا رب ربنا يكرمنا ان شاء الله والله وخير، يعني انا مستبشرة خير. بس عايزه اقول لكم بقى ان انا ايدي كانت اتكسحت يا جماعه. المهم ايه رايكم في الاسدال ده؟ هبقى اصوره لكم بالطول، الاسدال ده جاي لي من السعوديه فعاجبني قوي. بصوا بقى اتعلم في الكتاب كده، دحيحه يا جدعان، ببين ان انا دحيحه. قعدت بقى اعلم واذاكر عشان كان عندي حاجات دي، وده كانت ماده، دي كنت بقول لكم ان دي الماده التانية، يعني انا كنت خلصت البحث وكتبت الشيت بتاع الماده الاولى وده شيت الماده التانية. انا عايزه اصوت وعايزه انام والله يا جماعه. عايزه اعرف بقى اللي في ثانويه عامه شغالين لحد فين، وبتحبوا النوعيه دي من الفيديوهات ولا ما اعملهاش تاني؟ انا هعرف ان انتوا بتحبوا النوعيه دي من الفيديوهات ولا لا
من المشاهدات واللايكات اللي هتحط على الفيديو ده. انا عايزه الفيديو ده يتفجر لايكات، انا عايزه نرجع الفيديوهات بتاعت زمان اللي احنا كنا بنصحى من بدري بنعمل كل حاجه ونصور، والفيديو كان ما شاء الله ينزل يترفع يجيب ال20 و30 الف في اول يوم. انا عايزه القناه ترجع تاني، وعايزه الفيديوهات ترجع تاني تترفع. فده مش هيحصل الا بيكم وليكم برضو، لان الفيديوهات دي انا بنزلها ليكم. انا ممكن ما اصورش عادي، انا كده كده مش مستفاده حاجه من التصوير. انا كل استفادتي ان انا بيبقى ليا اخوات لما بعوز اتكلم وافضفض بكلمهم بيردوا عليا. فده اللي انا عايزاه منكم، مش عايزه ان انا انزل فيديو كاني بكلم نفسي. يعني انا بنزل الفيديوهات الفيديو يجيب 1000 2000، يوم ما يقول الفيديو عالي يجيب 5000. وكلهم بقى ايه، مش كلهم بيكتبوا كومنتات ولا كلهم بيحطوا لايكات، فطبيعي الفيديو ما بيترفعش، فما بعرفش اتواصل معاكم، ما بعرفش اتكلم معاكم. يعني انا الفيديو ده كانت واحده طالبه مني الفيديو اللي قبل اللي فات فصورته لها. فهي دي الفكره، انتوا لما هتعملوا تفاعل على الفيديو ده والفيديو يترفع انا هصور لكم الفيديوهات اللي انتوا عايزينها وهنزلها لكم. بس انا طول ما انا ما بلاقيش تفاعل وما بلاقيش حماس وما بلاقيش تحفيز ليا هصور ليه؟ ما انا بقول هصور وهنزل ومش هيجيلي تفاعل ومحدش هيشوفه، فبلاش. انا بصور وبتعب وبقعد اعمل مونتاج. انا الفيديو ده والله 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 انا قعدت ساعة بعمل فيه مونتاج وبقص حاجات كتير جدا، لانه الفيديو كان طويل جدا وما كانش مقطع واحد، ده كان كذا مقطع. وبقيت اشوف الفيديو المقطع الكويس اخليه، والمقطع اللي هو حسيت ان هو متكرر اشيله. طبعا الموضوع ده متعب وبياخد وقت، وان انتي ترفعي الفيديو بكواليتي كويسة عشان لما ينزلك بكواليتي كويسة، طبعا دي حاجة مش سهلة يعني. فعايزة بس يبقى في تفاعل وتقدير. عايزين نوصل ل50 ألف قبل السنة الجديدة، هل هنعرف نعمل كده ولا لأ؟ بس هنا بقى كنت بقولكم ان انا خلصت، وده كان في الباب الاول تقريبا. وخلاص بقى كنت بعلم على الحاجات اللي انا خلصتها علشان كده اقول ان انا تمام. بعد كده بقى قمت بصراحه يا جماعه كنت جعانه، قمت عملت لي كام سندوتش كده، وانا في الاكل السوري ما عنديش يا مرحمين، ادوني اكل سوري بس، يعني خلوني ان انا اقوم اعمل اكل سوري تحفه بجد. وبعد كده بقى دي كانت اخر حاجه بعملها، ان انا كنت بنقل اخر بحث. عايزه اقول لكم الفيديو ده كان طويل وانا عملت حاجات كتير على مدار اليوم، علشان ما حدش يقول لي انتي ما انتي قلتي ان انتي نزلتي روحتي الجامعه. الفيديوهات دي كانت قبل ما انزل اروح الجامعه، اللي كانت بالاسدال دي لما رجعت غيرت وقعدت اعملها اهو. فعلشان بس تبقوا فاهمين قعدت اكتب اخر بحث، عشان ده كان المفروض ان هو هيتسلم يوم الاربع الجاي، ده هسلمه ان شاء الله وانا رايحه يوم الاربع الجاي. عشان ايه؟ نخلص اول باول، لان انا مش ببقى فاضية ان انا اقعد يعني اكتب كل حاجة في وقتها، لا الوقت ما ببقى فاضية بقعد اجمعهم كده كلهم واقعد اكتبهم مرة واحدة بس. وبعد كده بقى بصراحة ما كانش عندي دباسة، عايزة بقى اشتري دباسة عشان الورق ده انا اصلا بقيت يعني لما بدبس الورق بدبسه بدبوس طرحة، فطبعا ده مش احسن حاجة ومش احسن شكل رائق يعني للدكتور. يعني ممكن الدكتور اصلا يقولي ايه القرف اللي انتي عاملاه ده. فاحنا نشتري دباسة ونحترم نفسنا علشان نظبط الدنيا، ما نبقاش مكلفين وصارفين وجايبين اقلام ملونة واساتيك وبرايات وحاجات جامدة ونيجي نستخسر في الدباسة. الدباسة اصلا كبيرة هتبقى ب40 جنيه ولا حاجة، لان انا مش هجيبها كبيرة انا هجيبها الصغيرة. فبس كده، ده كده بقى كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش زي ما قلت لكم تشتركوا في القناه علشان يوصلكم مني كل جديد، ويعني تعملوا شير الفيديو عشان يوصل كل الطلاب، تحطوا لايك عشان الفيديو يترفع، وتكتبوا لي كومنت تحت حلو برايكم، وهل بتحبوا الفيديوهات دي ولا لا، وعايزين فيديوهات ايه الفتره الجايه، لان انا بعمل فيديوهات بناء على طلبكم. الفيديوهات اللي بتنزل بناء على طلبكم، تمام؟ فده اللي انا بتكلم فيه يعني. وبس كده. ده طبعا حركة المسطرة دي زي ما قلت لكم قبل كده ان انا ما كنتش لاقيه المسطرة، فكنت بتعامل بالكتاب عادي. يعني المسطرة بتبقى جنبي بتعامل بالمسطرة، المسطرة مش جنبي ومحتاجة اسطر بالكتاب واشتغل، ما بقفش انا.
بس ده كده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، هتوحشوني جدا جدا جدا. اشوفكم في الفيديو الجاي، اسيبكم في رعاية الله وحفظه، باي باي يا احلى اخوات في الدنيا.